البنات، اليوم جبتكم وصفة سهلة وبزاف بنينة، عجة تونسية بالمرقاس. تجي حارة بزاف بنينة وسهلة في التحضير. نبداو على بركة الله. لهنا في مقلة درت مرقاس على حسب أفراد العائلة، خليته مليح كيما راكم تشوفوا، ما ضفتلو حتى قطرة تاع زيت، خليته هو يطلق ليدام ديالو. بعد ما طاب لي مليح كيما راكم تشوفوا نحيته، ورحت درت حوالي 4 سنين الثوم مع هذاك الزيت تاع المرقاس كيما راكم تشوفوا. خليته مليح ورحت ضفت له حبه فلفل وحبه حار، خليتهم مليح ورحت ضفت لهم حبه طماطم قطعه كيما راكم تشوفوا، وحبه كنت ترحيتها. خلطتهم مليح وخليتهم بيان، ضفت لهم ملح فلفل كحل وعكري. رحت ضفت نص مغرف طماطم مصبره ونص مغرف هريسه، هذه اختياريه كيما راكم تشوفوا. خليتهم مليح ورحت ضفت لهم نص كاس ماء دافي وخليتهم يطيبوا مليح. من جهه اخرى كنت قطعت المرقاس، قطعت حبه على زوج ورحت ضفتهم لهذيك لاصوص. خليت المرقاس يطيب شويه في المرقه ديالو. بعدها رحت ضفت 3 حبات بيض ولا 4 كيما حبيتو، ضفتهم من الفوق كيما راكم تشوفوا، ورحت ضفت عليهم رشات تاع معدنوس وغطيتهم وخليته يطيب حوالي 10 دقائق. كان هالطبق واجد. كي تحيلكم كامل وش ديروا، روحوا جربوا هاد الوصفة بزاف بنينة. سلام.